السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت من الناس اللي بتجاهد نفسها للشهوات وللأسف كل مرة بتقع ومش عارف تعمل ايه، ركز معايا في الفيديو دون عشان لازم تغير من نفسك. في معركة معظمنا بيعيشها، معركة من غير جنود، من غير سيوف ولا دم حتى، بس المعركة دي حرفيا أشد من أي معركة، وهي مجاهدة النفس. طب إيه هو مجاهدة النفس الأول؟ مجاهدة النفس إنك بتجاهد نفسك إنك ما تعملش المعصية الفلانية أو الذنب الفلاني، ومرة أنت تكسب ومرة نفسك تكسبك أو تغلبك. طب إمتى هكسب الحرب دي وإمتى هخسرها؟ طول ما أنت بتحاول إنك ما تعملش الذنب ده او المعصية دي، حتى لو انت بتخسر فانت كسبان. طول ما انت بتحاول فانت كسبان. لكن لو انت بطلت تحاول وفقدت الامل وقلت انا لا، انا مش هعرف ابطل الذنب الفلاني، يبقى انت هنا انت خسرت المعركة فعلا. اعظم جهاد حرفيا دلوقتي هو جهاد النفس، لانك بتجاهد نفسك في ظل الشهوات والفتن والاباحيات اللي حواليك في كل حتة. بتجاهد نفسك في ظل ان كل حاجة حواليك بتقولك اعمل الذنب ده. ربنا عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جهاد النفس حاجة صعبة جدا، مش حاجة سهلة، خصوصا لو نفسك هي اللي بتشدك للذنب ده. المشكلة مش في الشهوة، الشهوة فينا كلنا، دي فطرة في الإنسان. المشكلة إنك تستخدم شهواتك دي في حاجة غلط، وأول ما تستخدمها في حاجة غلط هتسلب منك حياتك فعلا. لأن معظم الناس دلوقتي غرقانة في الإباحية والعادة السرية. لو انت بتعمل الموضوع ده فانت في صندوق وقافل على نفسك بإيدك. لازم تطلع، لازم تطلع، وانت هتشوف الحرية بجد. لازم تطلع من اللي انت بتعمله ده، مش هينفع. ده أخطر من المخدرات. انت كده بتدمر كل حاجة بإيدك وبإرادتك انت. كل الشهوات بتبدأ بحاجة صغيرة وبتكبر مع الوقت. شهوة الأكل وشهوة الراحة وشهوة النظر غض البصر ده جدعان من أشد الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها. كل حاجة هتبدأ معاك بنظرة. معظم الشهوات المكافأة بتاعتها لحظية، لكن حرفيا تأثيرها بيكون على المدى البعيد. بتديك سعادة لحظية لكن بتسلب منك حاجات كتيرة أوي. في ناس كتيرة أوي بتخسر مجاهدة النفس بسبب ان هي بتهرب من الحاجة مش بتواجهها. المخ بيحب الحاجة السهلة وبيختار الطريق السهل، والإباحية والعادة السرية بيفرزولك دوبامين بكميات كبيرة أوي. الشخص اللي بيبقى مش جاهز لأي شهوة تجيله بيخسر على طول. لازم تبقى مستعد دايما. عشان كده بقولك المعركة دي على طول مستمرة. المعركة دي يعتبر مش بتخلص، فانت لازم تكون جاهز لأي شهوة تجيلك. حتى لو وقعت قوم تاني ودرب مخك على المقاومة. حتى لو وقعت مليون مرة حاول مليون مرة. حاول 2 مليون. ايه المشكلة؟ انت ما عندكش حل تاني غير انك تحاول. عايزك تقاوم لحد اخر لحظة، ومش عايزك تكون شخص فاضي. ما ينفعش تكون شخص فاضي، لان انت لو بقيت فاضي الشيطان هيخش لك من كذا حتة. اختار نفسك بدل ما تختار شهوة مؤقتة. وبكده تكون الحلقة خلصت. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.